الاربع دقائق في الميل. يعني ايه معجزه الاربع دقائق في الميل؟ في نظريه كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول ان انت في الميل الواحد اللي هو 1600 متر لا يمكن بيها حتى لو الحاجه دي كانت غلط. فمجرد ما انت امنت بالحاجه دي هتمشي عليها ويبقى عندك قناعه دائمه ان الحاجه دي هي زي ما انت شايفها، رغم ان هي لو كانت خطأ بتأثر عليك بشكل سلبي وتخلي قراراتك خاطئه. انما لما تبقى بشكل سليم بتخلي قراراتك سليمه. فمثلا لو واحد قعدنا نقول له ان ميه النهر ميه سليمه حتى لو كان النهر ده ملوث. شركة ألبوكيرك كانت بتصنع الكمبيوترات الشخصية، وهي أول واحدة كانت في السوق تبتدي مشروع الكمبيوتر الشخصي. وأول ما ابتدته كانت بتدور على حد يعمل لها البرامج البيزك في الكمبيوتر، بحيث إن هي تخلي الكمبيوتر ده ينتشر في السوق، وكانت حاجة جديدة في وقتها. الكلام ده كان في الثمانينات. بيل جيتس قدم على المشروع ده ووعد إن هو يسلم البرامج دي خلال عدة أسابيع. كان موقن في نفسه إن هو يقدر يعمل حاجة جديدة، ومن خلال شغله واستعنته باحد الاصدقاء ان هم يساعدوه في ان هو يعمل البرامج دي، قدر خلال 3 اسابيع ان هو يغير مفهوم الناس عن الكمبيوتر الشخصي، وان هم يستخدموه في مجالات عملهم اليوميه ومجالات شغلهم بشكل عام. غير العالم كله، واصبح الراجل ده في عقد ال30 من عمره اصغر ملياردير في العالم. اليقين في نفسه ده هو اللي خلاه، او القناعه دي خلته ان هو قادر ان هو يقدم على حاجه زي دي. فمعنى ايه الكلام ده؟ معناه ان هو لو اللي بيثق في نفسه وبيثق في قدراته، تمام، بيتخيل لنفسه طريق ما بيحدش عنه، دايما سالكه في طريق واحد. زي العداء الرياضي روجرز اللي كسر الرقم القياسي في العدو 1600 متر، اللي هي معجزه الاربع دقائق في الميل. يعني ايه معجزه الاربع دقائق في الميل؟ يعني انت في نظريه كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول ان انت في الميل الواحد اللي هو 1600 متر لا يمكن قطعهم في اقل من 4 دقائق. هل روجرز استسلم وقال لهم انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي؟ بالعكس، روجرز حط في باله عنده يقين في نفسه جدا ان هو قادر يكسر الرقم القياسي ده ب3 دقائق و59 ثانيه، وبقى اول واحد في التاريخ يكسر الرقم ده. وبقى الرياضيين كلهم حاطين ان هو الراجل الملهم الرياضي اللي هو قدر يخليهم يكسروا الرقم ده، لدرجه ان هم بعده بسنه 37 عداء كسروا الرقم القياسي ده، والسنه اللي بعدها 300 عداء كسروا الرقم القياسي ده. فيقينك في نفسك وقناعاتك هي اللي بتخليك تستمر في الطريق بتاعك. انت مجرد ما تحط في بالك ان ده الطريق وان ده مفيش حاجه هتخليني احيد عنه، فانت بكده حطيت رجلك على اول سلمه. فعشان تعرف ايه هي القناعة، تسأل نفسك يعني ايه قناعة؟ القناعة هي فكرة، ولكن الفكرة دي سابقها تجارب شخصية حصلت لك قبل كده، او مصادر انت بتقرا منها خلت عندك قناعة، غيرت تفكيرك وبقى عندك قناعة، او بتسمع من التلفزيون حاجات فخلت عندك قناعة. فالقناعة دي مع التكرار بتولد تمسك بالقيمة اللي انت اتولدت جواك دي. انت مجرد ما الحاجة دي بتتعرض عليك كذا مرة بيبقى عندك حاجة عاطفية وبيخليك تتمسك بيها حتى لو الحاجة دي كانت غلط. فمجرد ما انت امنت بالحاجة دي هتمشي عليها ويبقى عندك قناعة دائمة ان الحاجة دي هي زي ما انت شايفها، رغم ان هي لو كانت خطأ بتأثر عليك بشكل سلبي وتخلي قراراتك خاطئة. انما لما تبقى بشكل سليم بتخلي قراراتك سليمة. فمثلا لو واحد قعدنا نقول له ان ميه النهر ميه سليمه حتى لو كان النهر ده ملوث، قعدنا نقول له الميه دي سليمه سليمه سليمه، هيبقى عنده قناعه داخليه ان هو لو دخل يشرب من النهر خلاص كده هيبقى سليم، في حين ان هو هيتعرض لامراض لان الميه مش نقيه، الميه مش نظيفه. العقل الانسان مجرد ما انت تفضل تكرر عليه الحاجه دي بشكل دوري وبشكل مستمر بيتولد عنده قناعه ان الحاجه اللي بتعملها دي حاجه صح حتى لو قلت له الحاجه دي غلط. فعشان كده لازم تراجع قناعاتك دي. هل صابتها حدة عاطفية خلتك متمسك بيها؟ لأن الإنسان أو أي إنسان عنده طبيعة عاطفية لأي حاجة. وقت ما هيتأثر عاطفيا هيبتدي يتمسك بالحاجة دي، تبقى عنده قناعة ثابتة. زي برضو إنك مثلا تبص في المراية وتقول أنا جذاب، أنت عندك يقين إنك جذاب. طب أنت جبت اليقين ده منين؟
اليقين ده عامل زي، او الجاذبيه دي عامله زي ترابيزه وليها 4 رجول. الرجول دي رجل بتقول لك ان انت جذاب، لانك مثلا شياكتك دي مخلياك جذاب، او لانك معاك عربيه دي رجل بتقول لك ان انت كمان جذاب، او لان شريكتك في الحياه قالت لك انت جذاب، او لان انت مثلا فيك جسم رياضي خلاك جذاب. فالاربع حاجات دي او الاربع تجارب دول للترابيزه دي حطت يقين عندك ان انت جذاب، فتولد عندك شعور وقناعة جامدة ان انت فعلا جذاب. فالقناعة دي بتتولد نتيجة تجارب سابقة، او الفكرة دي صاحبتها حدة عاطفية خلتك متمسك بيها، وكان ليها اساس خلاك تقول انا فعلا هعمل الحاجة دي، واتولدت جواك الفكرة وانت مشيت عليها. برضو عايز اقول لك ان هي عاملة زي مثلا واحد طالب عايز ينجح او عايز يجيب درجة عالية، فبيحط قدامه صورة للحاجة اللي هو متخيل يبقى عليها. كل ما يجي يقعد قدام المذاكرة او كل ما يجي يقعد يذاكر يقعد يبص لها، فيتولد جواه قناعة ان هو لازم يعمل الحاجة دي. العلماء اثبتوا ان في علاقة بين انك تكرر على نفسك خيالات او حاجات انت متخيلها، ان عقلك بيؤمن بالحاجة دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو دلوقتي لما تيجي تتخيل حاجة فضلت تتخيلها باستمرار باستمرار، عقلك بيؤمن بالحاجة وتبقى الحاجة دي قناعة ثابتة جواك وبتمشي انت عليها. حتى لو الحاجة دي ما حصلتش، الخيال اللي انت شفته ده ما حصلكش او ما حصلكش في الماضي، لكن انت من كتر ما انت بتكرر نفسك بيه بتكرر على دماغك الحاجات دي، بقى عقلك مؤمن ان الحاجات دي حقيقية وبقيت تمشي عليها. فصلابة الرأي بتاعتك او الحدة اللي انت متمسك بيها بالحاجة دي بتيجي من كتر التكرار، بتكرر على نفسك في خيالك ان الحاجة دي حصلت وهي في الحقيقة ما حصلتش. عقلك دماغك ده ما بيحسش بالحاجة دي الا لما بتتكرر عليه كتير قوي. بيصاحبها بقى ان انت بتنفعل وبتبتدي تعمل الكلام ده وتكرره كل يوم، فتبقى الحاجة دي حاجة ثابتة. نفسك تبقى راجل رياضي، تروح الجيم تلاقي صور رياضيين متعلقة على الحيطة، تبدأ ان انت عايز تعمل زيهم، ومع حماسك في الجيم كل يوم بتيجي تشوف نفس الصورة، فبيتولد جواك ان انت فعلا هتبقى حاجة زي كده. وبالفعل مع كتر التكرار بتلاقي نفسك بقيت حاجة زي كده فعلا. الحدة العاطفية والتكرار المناسبين في الوقت المناسب بيخلوك يتولد عندك قناعات بحاجات كويسة. خلي بالك ان القناعات دي لو ما كانتش في محلها بتضرك. زي مثلا الكفار لما بيجوا يعبدوا الاصنام، هم بيعبدوها ليه؟ لان يشوفوا ابائهم متمسكين بفكرة ان الاصنام دي حاجة كويسة، ففضلوا ان هم يتخيلوا ان الحاجة دي كويسة، يتخيلوا لحد لما بقى اتولد عندهم قناعة ان الاصنام دي بتتكلم وبتفيدهم وتوديهم وتجيبهم، فبقوا يعبدوها، فتمسكوا بحاجة وهمية مش صحيحة. فلازم تراجع قناعاتك باستمرار وتقول القناعة دي إذا كانت مناسبة ليك أو لا، وتبحث عن المصدر اللي أنت خلاك تقتنع بحاجة زي دي، عشان في الآخر توجهك للطريق الصح، وما تبقاش سلبي، ما تبقاش أفكارك سلبية. الشخص بيقول نبص للواقع ده بيبقى مر بتجارب قبل كده، التجارب دي خلته يفشل ويقول لك ان الواقع دلوقتي غير اللي انت كنت بتفكر فيه قبل كده، مع انه لو جه يجرب الحاجات دي دلوقتي هيلاقي نفسه ممكن ينجح فيها. القادة العظماء دايما مختلفين، ما بيقولوش احنا كنا كذا وبقينا كذا او مش هنقدر نعمل كذا بسبب الواقع. دايما عنده كرييتيف، عنده افكار جديدة عايز يعملها ومتحمس انه يعملها. غاندي حارب البريطانيين بحاجة جديدة، بيحب اسلوب جديد، الامتناع. يعني غاندي ده كان الناس بتقول عليه ان هو ازاي هتحارب دولة عظمى وانت ما معكش سلاح، ولكن لانه استخدم اسلوب جديد في ان هو يحاربهم. الصوم اللي هو كان بيعمله ده خلاهم ان هم في الاخر بعد تمسكوا بيه واقتناعوا بان الحاجة اللي بيعملها دي حاجة كويسة، خلاهم ان هم يمشوا ويسمعوا كلامه ويمشوا وتتحرر البلد كلها. فاسلوبك ده مش هيتغير الا لما تبقى كرييتيف وتبقى مبدع، وتراجع مصادرك اللي قبل كده وتشوف انت كنت بتسمع ايه او بتجايب الكلام ده منين، او انت كنت فاهمه ازاي دلوقتي زمان ودلوقتي بقت فاكره ازاي. فكل ما كنت مبدع وكنت مبتكر في الحاجة اللي بتعملها دي، كل ما الواقع بتاعك انت اللي بتغيره. ما تبقاش عندك حاجات ثابته من غير ما تقدم على الخطر. ما تقولش انا هقدم على خطر او ترمي نفسك في الهلاك عشان تثبت ان انت صح. كل ما كانت خطواتك مدروسه وبقيت عارف انت رايح فين وجاي منين، وتعيد ترتيب خيالاتك وافكارك من جديد، كل ما كان ده افضل ليك، وكل ما نقلك نقله جديده. كل ما كنت مؤمن بحاجه كل ما كنت انت الحاجه دي. وفي النهايه اليقين قوه. يقينك بنفسك هو اللي بيخليك يدفعك للأمان وبيخليك في المكان الصح. ما ننسى نشترك في القناة ونفعل جرس التنبيه ونعمل فولو ولايك وقلب
المهم تدعمونا يا جماعة عشان نكمل، دعمكم لينا ولو بكومنت او بلايك بيخلينا نكمل لقدام.